ودلوقتي هبدأ الحلقة الكاملة من رواية هبة الله. أتمنى إن شاء الله إن هي تعجبكم، وأتمنى كمان ما تنسونيش باللايك والاشتراك وانتوا تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ الحكاية عشان ما اطولش عليكم. كانت قاعدة قدامها وهي بتقلب في التليفون بكل ملل. عامر بهدوء شديد: هبة، انتي استنيتي كتير قوي عشان الموضوع ده بالذات يعني، وكنت فاكر ان انتي ممكن تكوني سعيدة. اقصد يعني ان انا اكون سعيد، بس بصراحة كده يا هبة انا مرتحتش معاكي ولا حسيت ان انا اصلا متجوز. كل يوم كنت بقول بكرة تعود، بس خلاص ما بقاش عندي صبر. انا ما بقتش قادرة اكمل. هبة برود: خلاص يا عامر، لو انت شايف ان ده الحل خلاص، وده يا حبيبي هيخليك مرتاح ومبسوط، اعمل اللي تحبه. وبعدين ده حقك، ما حدش يقدر يقول اي حاجة. يعني ايه ده؟ مش فارق معاكي ان اتجوز عليكي حتى؟ الموضوع مش صغير يا هبة، وهيغير حياتنا كلنا، وانتي كده هتزعلي. ازعل؟ بيتهيالك على فكرة، مفيش حاجة تستاهل الزعل. مش هينفع ازعل نفسي عشان خاطر ما تعبش. وبعدين لو انت شايف ان ده هيريحك انا ما عنديش اي مشكلة. عامر بيقرب بحركات كلها عصبية. نعم، ما يستاهلش ان انت تزعلي. وبعدين انا مستغرب على الهدوء اللي انت فيه ده. ده انت كنتي من يومين بتموتي فيا، ايه اللي غيرك كده؟ انت ما فكرتيش في العلاقة اللي ما بيني وما بينك هتكون عاملة ازاي؟ هبة بسخرية: اديك قلت كنت بموت فيك، لكن دلوقتي لا، ولا حاجة تستاهل. وبعدين تتجوز ولا حتى ما تتجوزي ما يهمنيش، انت حر. عامر بغضب: يخرب بيت برودك يا شيخة، انا حاسس كده ان انت كنت مستنية الكلام ده من زمان، ان انا اجي واقولك ان انا هخطب. هبة برود: لا طبعا، بس انا عاقلة. لو الشخص اللي معايا مش مرتاح خلاص يروح ويخطب ويكمل حياته ويشوفها. انا اصلا العلاقة ما بيني وما بينك كانت عبارة عن علاقة مؤقتة، مش اكتر من كده. عامر بصدمة وبيبعد خطوة لورا: ايه مؤقتة؟ يعني ايه مؤقتة؟ احنا بقالنا شهور متجوزين تقولي مؤقتة؟ هبة ببرود شديد: انا اصلا مش فاهمة ايه المفاجأة في الكلام بتاعي. الواضح من البداية، من اول ما اتجوزنا، ان الجواز بتاعنا فاشل. انت عمرك ما حبيتني، انت اتجوزتني عشان خاطر ترضى ابوك. ايوه انا فاهم، بس برضو ما كنتش متوقع منك كده ان الموضوع هيكون عادي بالنسبة لك. هبة ببرود: اذا ده هيخليك مبسوط انا مش هقعد اعيط على حاجة خلصت وخلاص. انت عاوز تغير مراتك بواحدة تانية تشبه لك، ايه المشكلة يعني؟ عامل بخبز: طب ماشي، لكن يعني مش عاوزة تعرفي مين هي العروسة؟ هبة بهدوء: هتكون مين؟ اكيد هي سمر بنت خالتي يعني، اللي دايما بتلوف عليك. حاساها ان هي بتيجي كتير الفترة دي. عامل بصدمة: انتي عرفتي منين؟ باين قوي على فكرة، مش محتاجة. بقولك ايه، اعمل اللي انت عاوزه. عامر بغيظ: تمام قوي، جهزي نفسك عشان اروح اخطبها. واجهز نفسي ليه؟ لا، انا بجهز نفسي عشان خاطر تطلقني واشوف حياتي انا كمان. مش بالمرة بقى، يعني انت هتشوف حياتك وانا هقعد كده؟ احنا مش لبعض يا عامر. عامر بغيرة: نعم يا اختي، هكوني غيري ازاي؟ ده مش هيحصل على جثتي هبة. كل واحد هيكون ليه حياته، وزي ما انا ما منعتكش انك تكون حر، انت كمان مش هتقدر تمنعني بعد ما تطلقني، وكل واحد هيعيش حياته. تمام يا حضرة المحامية، خلاص اللي انت عاوزاه. خرج من الأوضة ورزع على الباب، وهي اتفاجئت بتليفون بيرن. كانت بنت خالتها بترد بعدم اهتمام. هبة بهدوء: ايوه يا سمر، عاوزة ايه؟ ارغي ارغي واتكلمي. بنت خالتها في التليفون وهي بتتكلم بكل طريقة: ازيك؟ بقولك ايه يا هوبة، كنت عاوزة اقولك على خبر هيعجبك قوي. قولي. جوزك عامر طلبني للجواز، وهنكون خلاص في بيت واحد. لازم تعملي حسابك ان انا الجديدة وانت القديمة. هبة ببرود: مبروك يا سوسو، وان شاء الله يا حبيبتي تكوني الجديدة والقديمة، وتكونوا انتوا الاتنين مبسوطين او مرتاحين مع بعض، مع اني اشك. سمر بخبز: لا يا اختي ما تشكيش، ده احلى نصيب في الدنيا، ده انا هكون اسعد واحدة في الدنيا دي كلها، وانا الجديدة وهكون الكل في الكل. هبة برود: تمام، في حاجة تاني؟ عاوزة تقول اي حاجة؟ في اي حاجة محشورة في زورك؟ اتكلمي وقولي. سمر بغيظ: هو انتي مش زعلانة ولا ايه ان جوزك هيتجوز عليكي
دي الجوازة التانية يا بنتي ليه، خلاص هتبقي واحدة مش مهمة خالص بالنسبة له، ولا هيبص ليكي، هو أنا متأكدة من كده. هبة ببروتي يا كمان، لو مرتاح خلاص أنا هقف قصاده ليه؟ ما هو كده بيبص للسلعة الرخيصة، فما عنديش أي مشكلة. قصدك إيه بالسلعة الرخيصة؟ هو أنا زيك؟ لا طبعا، مستحيل هتكوني زيي يا سمر، ولا طولي أصلا، لأني هانم، وهيكون صعب عليكي قوي توصلي ليا. إلا قوليلي صحيح، عامر عارف الماضي بتاعك اللي انت مخبياه ولا ايه يا سمر؟ لو عارف هتبقى مصيبة. سمر سكتت، هبة بخبز أوبا سكتت، والحنش أكل لسانها. يبقى خلاص الضحية الجديدة ما تعرفش. على العموم يا ستي أنا مالي، فاللي بيشيل إبرة مخرومة بتخر على راسه. سمر بغيظ، واضح ان انتي فعلا مش مهتمة ان جوزك خلاص هيتجوز عليكي، بس خليكي واثقة ان انا مش هخليه يبص لحد تاني غيري ابدا. انا هكون التانية، بس انا متأكدة ان انا هكون الاخيرة. هبة بترد بنفس البرود، عادي جدا ولا يشغلني، لان كل واحد ليه نصيبه. عادي يا سمر، ما تشغليش بالك. سمر بتنهي المكالمة بطريقة مستفزة. ماشي يا درتي المستقبلية، ان شاء الله هنشوف في الفرح ان شاء الله. حاولي بس تكوني حلوة، اقولك زودي الميك اب، زوديه شوية عشان الناس تشوفك حلوة. قفلت في وشها. بعد ما قفلت هبة بتقعد لحظة صمت، وعينيها بتتملى بالدموع، بتنزل من غير ما تحس، وبترفع راسها وبتمسح دموعها بسرعة، وكأن مش عايز اي حد يشوف ضعفها. هبة بتتكلم، ليه يا هبة حبتيه من اول ما شفتيه؟ ليه؟ ده اللي انت كنت متخيلة برضو ان هو يحبك؟ كنت شايفة فيه الامان، كان بالنسبة لي كل حاجة، بس الظاهر كده ان انا كنت عايشة فهم كبير قوي في خيال. بتنهار فجأة وبتقعد على الكرسي جنب الطاولة، وبتحط ايديها على وشها وبتبدأ تعيط. هو اصلا عمره ما حبني. انا مش فاهمة ازاي انا كنت مصدقة نفسي. كنت بشوف ان اكيد في يوم من الايام هيحبني، على امل كاذب. كل اللي انا عملته ان انا ضحيت، وفي الاخر بقيت ضعيفة. كنت بقول لنفسي اني هتغير وهيشوفني ويحبني، ولو يوم حتى بس هيحس بيا. ليه فكرت كل ده؟ ليه؟ هبة بتقول وبصوت منخفض، انا كنت مستعدة اعيش في الكذب ده، كنت مستعدة اعيش حياتي كلها حياة مش حقيقية. ضيعتي نفسك وضيعت حياتك كلها، كان بالنسبة لك كل حاجة. بصت في التليفون، لقت مكالمة من بنت خالتها. هبة بسخرية نفسها، انتي واحدة بالنسبة لي ولا كأنك موجودة، وعشان كده مش هرد عليكي عشان عارفة انتي هتقولي لي ايه. بس كتر خيرها، هي اللي عرفتني الحقيقة اللي مكنتش ابدا قادرة اواجهها لنفسي. يا ريتني كنت فهمت ده من الاول، لكن دلوقتي خلاص مفيش رجعة تاني. بتسكت وبتتفرج على نفسها في المراية، وبتبدأ تحس ان خلاص مفيش حاجة تقدر ترجعها تاني. خدت نفس بهدوء ومسحت دموعها. انا مش هضعف اكتر من كده، خلاص لازم اقف تاني، لازم ارجع لنفسي. مش هندم على اللي فات، وحياتي مش هتقف عشان خاطر اي حد. هكمل حياتي من غيره. لو اختار ان هو يروح يبقى خلاص، مش هقعد اعيط بقى. غمضت عينيها بحزن. ربنا معايا، وكل حاجة وليها وقت، هيجي عليها وهتعدي وهتبقى ذكرى. ولو ما كانش ليا هيكون لغيري، وهعيش حياتي من غيره، وابني نفسي من جديد. هكمل في شغلي وهركز في مستقبلي، مش هضيع وقت تاني في الحزن ولا الضياع. ربنا هيعوض عليا. انا مش هفضل اعيط على حاجة فاتت. الحياة هتكمل ولازم اكمل. في بيت سمر كانت قاعدة على الكنبة وحاطة رجل على رجل، ماسكة الموبايل وبتضحك بخبز. عطيات مامتها بكل شماتة، جدع يا بت، ايوه ياما، ايه رأيك فيا؟ واخيرا جبت على رجليه لحد ما اثبتت للكل ان عامر ده شيخة اعمل بيها اللي انا عاوزاه. خلاص يا ماما، هيبقى جوزي رسمي. عطيات بخبز وهي بتاكل اللب. انا مش قلتلك يا بت خليكي كده صبورة، والصبر مفتاح الفرج، وخليكي بس ناعمة معاه ومتمكنة منه، هيجي راكع تحت رجليكي ويتجوزك. بس اهم حاجة في اللي جاي، ما تخليش اي حاجة تفوتك تعدي من تحت ايديكي. احنا ما صدقنا ساب البت هبة الحيزبونة دي. سمر بضحك، وانا عمري في حياتي يا ماما هسيبه، ده حلم حياتي من اول ما شفته وهو جاي يخطبها. من وقتها وانا حسيت ان هو ليا وبتاعي انا.
بدأت أتقرب منه وأتسلى بيه. كان نفسي يحبني ويجي، والحمد لله أهو الخطة بتاعتنا نجحت وخلاص. هو اللي جابه لنفسي يا بنتي، بس الحمد لله. كانت فاكرة نفسها ايه جامدة عليكي يا بنتي، مفيش أجمد مننا. طبعا يا ماما، ده هبة دي طلعت هبلة قوي، ده عمالة تباركلي على جوازي أنا من جوزها. أنا مش فاهمة للدرجة دي، ما كانتش بتحبه ولا هي بتمثل ولا ايه بالظبط؟ رمي بيك منها، زمانها دلوقتي عمالة تعيط ومنهارة على آخرها يا بنتي، وبتقطع شرايينها كمان. ده انتي دلوقتي ملكة اللعبة، خلي بالك. بتضحك وبتقول اللي جاي أكتر من رايحات. عطيات بخبز، امسكي العصاية من النص وقلبك يكون ميت. لازم تعرفي تلعبي صح. ما تقلقيش عليا يا ماما، أنا بقى هعلمه الحب من أول وجديد. عطيات بشروط. افرضي البت دي يعني عملت أي حاجة كده عشان ترجعه ليها. انتي عارفة ان هبة دي أنا أصلا بكرهها قوي، بكرهها زي ما كنت بكره أمها. كانت دايما أحلى مني، ودايما بتاخد كل حاجة حلوة، وبعدها بنتها. وعشان كده أنا شجعتك وهخليكي أحسن منها 100 مرة. ده أنا هخلي بنتها مرتاحة، ده بتحلم. انتي عارفة أنا خايفة من إيه؟ تكون حامل ولا حاجة. يا حبيبتي ما تقلقيش، ولو حصل عربية تدوسها بقى ونخلص منها خالص، هي واللي في بطنها، وخلاص. يبقى دلوقتي طيرنا عصفورين بحجر واحد. عطيات بتوتر. لا يا بنتي أنا خايفة، الكلام ده صعب يحصل. وبقولك ايه كمان، خافي من هبة احسن تقوله على ماضيكي، ولو قالت على اي حاجة هيشيلك خالص من دماغه. ما تقلقيش، عاملة حسابي على كل حاجة. تربيتي يا بت وافتخر بيكي. اما بقى عند عامر، كان قاعد مع صاحبه. يزيد بهدوء، انت متأكد من قرارك ده يا عامر؟ عامر بشوت، مش عارف، حاسس قلبي كده متوغوش. انا عاوز اتجوز فعلا سمر، وفي نفس الوقت اللي انا عملته مع هبه من يومين. عملت ايه؟ ما تتكلم وتقول. عامر بيفكر، ونرجع تاني فلاش باك. عامر رجع من الشغل، كان بيكلم سمر، قفل ودخل الباب، وقف بصدمة. هبه كانت واقفة ولابسة فستان. عامر ببرود، ايه الجو الحمضان ده؟ ايه الفستان انتي لابساه؟ حمضان؟ جو ايه الحمضان؟ انا بعمل لك جو رومانسي يا عامر. لا، بلا جو رومانسي بلا قرف. انا قلتلك مليون مرة انا ما بحبش القرف ده، انت ايه ما بتفهميش؟ وبعدين قلتلك ان انت اخر واحدة بصلها. انا مش بحبك يا ستي. هبة دموعها نزلت. عامر برود، انت عارفة ان جوازنا مؤقت، وانت اصلا مش من اختياري. يلا يلا سلام. خرج من تاني. هبة انهارت، ونرجع تاني لأرض الواقع. يزيد بغضب، انت ايه اللي هببته ده؟ حرام عليك، كسرتها ودمرتها. هو البعيد ما عندوش دم؟ عامر باستغراب، ومالك كده؟ حاسك كده ان انت محروق قوي عليها. يزيد بهدوء، عشان ده ما يرضيش ربنا. انت ايه يا ابني؟ حرام عليك، دي هبه دي بتحبك، وبعدها كمان تروح وتقول لها ان انت هتتجوز عليها، ومين؟ من بنت خالتها. على العموم انا غير في داهيه، وانت حر في حياتك. اتقي ربنا اهم حاجه. ولازم تعرف ان سمر مش هتحقق لك السعاده. الوحيده اللي كانت بتحبك بجد هي هبه. خلاص انا ماشي. مشي، وعامر كان مستغرب جدا من صاحبه ومن طريقته في الكلام. في عربية يزيد دموعه نزلت. يا ريت تحس بيا، يا ريت تحس بيا، يا ريت تحس انت كمان بقيمة اللي معاك. ضيعتها منك. اكيد هبة هتضيع منك يا حامر، وهتحس بيها. هتحس بقيمتها بس بعد ما تضيع. ده انت غيرك بيتمنى ضفرها. ولسه قلبه كان بيدق زي النار. فتح المحفظة وطلع صورة هبة معاه وأصحابه أيام الجامعة. يزيد بحزن، لو كانت تعرف قد إيه أنا كنت بحبها، ولو كنت أعرف إن أنتي مش هكوني من نصيبي، كنت عمري ما حبيتك. بس الحب مش بإيدينا، وأنا مش هقدر أشيلك من قلبي. ربنا يسعدك يا رب، باللي يسعد قلبك. ساق ومشي. بالليل عامر كان واقف قدام الكافيه وساند إيديه على العربية بتاعته. سمر بتيجي بفستان لافت النظر، وكانت ماشية عمالة بتتمايل، وقربت منه وهي بتبتسم ابتسامة صغيرة. ايه يا حبيبي، اتأخرت عليك، معلش. عامر ابتسم بمجاملة. لا عادي عادي، انا بس اللي جيت بدري شوية. سمر بتعمل نفسها مكسوفة. معلش يعني، اصلا انا بجد مش مصدقة نفسي باللي بيحصل ده. خلاص
هنتجوز قريب. وبرغم كده يا عامر، انا بصراحة كده خايفة من القرار بتاعنا. عامر بضحكة: ما تقلقيش يا حبيبتي، احنا كده خلاص. احنا عرفنا الناس اللي حوالينا ان احنا هنكون لبعض، وبعدين احنا كبار وعارفين كويس قوي احنا بنعمل ايه. وبعدين برضو ملناش دعوة بالناس، لاننا احنا اللي هنعيش حياتنا دي. اخرهم ان هم بيروحوا يتفرجوا من بعيد، لكن هم في الحقيقة ملهمش 60 اي لازمة. سمر بدلع: عندك حق يا حبيبي، ما تيجي ندخل الكافيه ده؟ انا بحب الكافيه ده موت، شكله شيك كده وابن ناس. ماشي يا حبيبتي يلا. دخلوا وقعدوا على الترابيزة، والجرسون جاب لهم العصير. سمر بدلع: انا فرحانة قوي قوي يا حبيبي، لاني عمري ما تخيلت ابدا ان ربنا هيجمعني بيكي. يعلم ربنا انا بحبك من امتى. عامر بهدوء: عادي، هو النصيب يعني. سمر كانت قاعدة وعمالة بتراقب بنص عينيها، بتشوف كل حركة وكل نفس بياخده. كانت حاسة ان هي في حلم، وكانت دايما تحس ان هو ملهوف عليها جدا، وهو ده اللي عاوزاه. سمر بتغمض عليها وقلبها بيدق بسرعة. انت عارف يا عامر، انا وانا صغيرة كنت بشوفك مع هبة يعني. كنت بقول لنفسي يا بختها، يا بختها بيك. ياه، لو اقعد بس معاك دقيقة واحدة بس واعرفك اللي جوايا. وعشان باباك كان صاحب باباها فاختارها ليك. وبعدين يعني انتوا كلكم كنتوا صحاب، كنت انا عارفة الشلة بتاعتكم ويزيد، والباقي كله اتجوز خلاص. عامر ساعتها حس بخنقة وما كانش مرتاح. رد وهو بيقول: الدنيا غريبة، يعني بيغلب ساعات، بتاخد اللي مش ليك ويروح اللي ليك. سمر باستغراب: يعني ايه؟ انا مش فاهمة. عادي عادي، مش مهم. مامتك عرفت؟ بما انها يعني خالتها اكيد زعلت من اللي حصل. سمر بمقاطعة: لا طبعا، زعلت ازاي؟ دي فرحانة قوي ان انا هتجوزك. ده بتعتبرك يا ابني ان انت ابنها اللي ما خلفتوش. عامر باستغراب: يعني ازاي يعني ما زعلتش ان انا هتجوز بنت اختها؟ ده قرار صعب جدا، يعني اكيد عارفة ان هبة بنت اختها زعلانة. سمر ببرود وتكبر: عادي، لا طبعا. وبعدين هتزعل ليه؟ هي عارفة ان كل حاجة نصيب، وان هبة راضية. وبعدين ايه حكاية بقى كل كلمة تقول هبة هبة هبة؟ هي عارفة يا حبيبي ان انا وانت مبسوطين مع بعض خلاص، وانا هكون مبسوطة. وعشان تطمن يا عامر، هبة كمان راضية ومبسوطة جدا. عامر بحزن وبشك: انتي بتقولي هي هبة قالت لك كده ان هي مبسوطة؟ على العموم تمام، هي دايما كانت بترضى بأقل حاجة. سمر بتضغط أكتر بكل خبث: عندك حق يا عامر، عشان كده ما كانتش بتقدرك زي ما تستاهل. وكملت كلامها بنبرة صوت واطية فيها سم مدفون: مش كل الناس اللي تحافظ على النعمة اللي في ايديها، وانت بصراحة كده أحسن حاجة كانت ممكن تحصل لها وتحافظ عليها، لكن هي ما قدرتش النعمة دي. عامر بهدوء: خلاص خلاص، خلينا نبص لقدام، اللي فات مات. خلينا بقى في حياتنا وملناش دعوة بحد. وانا موجودة يا حبيبي جنبك، وهخليك اسعد واحد في الدنيا. هخليك تنسى كل حاجة وحشة. بتشرب العصير وعينيها بتلمع بكل خبز، وعامر بيبتسم ابتسامة كلها مجاملة، لكن اللي جواه حاسس بحاجة مش مريحة ابدا، مش قادر يحددها. وبعد ما روحت سمر، كان ماشي في الشارع لوحده، رجليه بتسحب بهدوء وببطء شديد، مش فاهم ايه اللي بيحصل له بالظبط. حاسس ان قلبه مضغوط، عام ما بينه وما بين نفسه. الحياة ملهاش طعم. أيوة، هي كمان ملهاش طعم. دي مش الفرحة اللي أنا كنت مستنيها. سمر جميلة أي نعم، بس مش هي دي. أنا كنت حابب ألاقيها جنبي أكتر من كده، ألاقي الضحكة اللي تنور حياتي. لكن دي ضحكة مصطنعة، كلام فيه عدم راحة، مصلحة، معرفش، حاجة كده مش مريحاني من جوه. قاعد على البحر، عامر بيكلم بصوت واطي وهو بيتنفس بصعوبة: أنا كنت فاكر إن أنا لما أبعد عن هبة هرتاح، وإن أنا هتجوز غيرها خلاص، هي دي السعادة الحقيقية. لكن الواضح كده إن أنا كنت غلطان. المفروض يعني إن أنا هبدأ من جديد مع واحدة. المفروض برضو إن أنا كنت حاسس إن أنا بحبها. بس ليه دلوقتي إن أنا حسيت إن أنا خسرت حاجة غالية قوي؟ ليه حسيت فجأة كده إن ظهري اتقطم؟ رفع راسه في السماء وعينيه مدمعة، وهو بيحاول يقنع نفسه إن هو صح. أيوة، أكيد أنا صح، أكيد أنا صح. سمر بتحبني وهبة كانت بتحبني. أنا متأكد إن هي بتحبني بطريقة مش مزيفة ولا حتى فيها تمثيل.
لما كانت بتقول كلمة حلوة كانت بتطلع من قلبها، مش متكلفة زي سمر. ليه كنت حاسس بالأمان وأنا قاعد جنبها حتى لو كنا ساكتين ما بنتكلمش؟ معقول أنا كنت وحش أوي كده معاها؟ ليه؟ ليه بجد؟ سبت اللي بتحبني وجريت مع واحدة مش حاسس بأي حاجة من ناحيتها دلوقتي. سبحان الله يا ربي. الكارثة إن أنا ضيعتك خلاص يا هبة من إيدي، ضيعتك خلاص. عامر بيهمس لنفسه وعينيه بتدمع. أكلمها أعتذر ليها، أيوة، وأقول لها إن أنا غلطت في حقها، ولا استنى؟ أكيد هي لسه بتحبني، هستنى إن هي تيجي وتترجاني زي على طول ما بتعمل. بعد شوية بيرجع البيت، البواب بخبز: يا عامر بيه، يا عامر بيه. أيوة، مالك عاوز إيه؟ بركة إن أنت جيت يا بيه. بركة؟ مش فاهم أنت عاوز تقول إيه بالظبط. المدام فوق مع راجل غريب وبقالهم ياما. عامر بصدمة: انت بتهبب بتقول ايه؟ بتهبب بتقول ايه؟ وطلع يجري. سمر بتظهر بكل خبز: يلا خد الفلوس اللي احنا اتفقنا عليها. البواب بطمع: تشكر يا ست هانم، شكلها هتولع على الاخر. ايوه ايوه، دي هتبقى بركان. سلام. جت تمشي خبطها شخص. سمر بغيظ: مش تفتح يا اعمى. يزيد باستغراب: اسف جدا انا ما شفتكيش. استني استني، انا شفتك فين قبل كده؟ سمر بتبصله وبتكون متوترة جدا: لا طبعا، اكيد ما شفتنيش قبل كده. ايه ده؟ هو انت بترمي جدتك عليا؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ ارحموا نفسكم بقى، بلاش قرف، مالته البلد. هما مين دول اللي مالوا البلد؟ انت بتتكلمي معايا كده؟ انت ما تعرفيش انا مين؟ هو كل واحد يقول ما تعرفيش انا مين، هكون مين يعني؟ زقته بكل غضب وهي بتقول: ده هي تاخدكم كلكم. مشيت بسرعة وهي مدارية خوفها. يزيد كان واقف وهو بيقول: ايوه، انا شفتها قبل كده. افتكر ان هي دي البنت اللي قبض عليها قبل كده في قضية اداب. طلع يجري وراها لكن اختفت. يزيد باستغراب: غريبة، بتعمل ايه هنا؟ يعني موجودة في نفس العمارة بتاعت عامر، معقولة تكون جاية لحد في العمارة؟ ممكن، جايز، بس لو وقعت تاني تحت ايديا مش هرحمك. مشي بكل برود. سمر كانت مستخبية ورا شجرة وهي بتقول بكل خوف: ده إيه اللي جابه هنا ده؟ الحمد لله إن هو ما افتكرنيش، ده لو افتكرني أكيد كان هيفضحني. أما بقى عند عامر، طلع على السلم بسرعة وبيفتح الباب. الباب ما كانش راضي أبدا ينفتح. فضل يزعق وبصوت عالي: افتحي يا هبة أحسنلك، افتحي، افتحي يا حيوانة، بدل ما كسر الباب فوق دماغك. رجع خطوة لورا عشان يجري ويكسر الباب، وفعلا كسر الباب واتفاجئ إن هبة واقفة. فتح وبص باستغراب. أول ما لقاها واقفة مع واحد زميلها وماسكة ورقة شغل. عامر بغضب: انت بتدخلي الرجالة بيتي كده وجوزك لسه موجود؟ انت نسيتي يا هانم ان انت لسه على ذمتي؟ ده انت فعلا واحدة رخيصة. هبة ببرود: الرخيص هو اللي فاكر الناس كلها زيه. انت بقى يا أستاذ يا محترم، انت اللي شكلك نسيت ان انا محامية وده مكتبي. ولعلمك بقى مراته جاية معاه وهي موجودة في الحمام. بتخرج بنت من جوه باستغراب: هو في يا جماعة ايه الصوت العالي ده؟ هبة بابتسامة: معلش معلش، اصل الافندي جوزي بيحب يهزر بزيادة. على العموم يا ستي انا هرفع لك القضية اللي انت جاية عشانها، وان شاء الله هتكسبي القضية وهتكون انت صاحبة الشقة. البنت ابتسمت ومشيت هي وجوزها. هبة بتبص لعامر بكل قرف: اللي قول لي يا عامر، هو انت لسه ليك نفس ان انت تقول ان انت تبقى جوزي؟ اه جوزي صح، جوزي اللي بيخطب دلوقتي وهيتجوز، واللي قال لي بلسانه ان هو هيرمي كل حاجة عشان خاطر واحدة تانية. هيتجوز عليا عادي كده، عنده تصريح ان هو يخون ويتجوز، وانا واقفة اتفرج عليه ولا يهمني، وبعدين تتهمني ان انا اللي رخيصة؟ عامر بتوتر: اسف، اسف يا هبة، انا فهمت غلط. بس ما تتكلمش تاني. انت مين اللي اداك الحق ان انت تيجي هنا في بيتي وتتكلم بالطريقة دي؟ عامر بصوت غليظ: يعني ايه بيتك ايه وبتاع ايه؟ هو انت ناسية يا هانم ان انا لسه جوزك وده حقي؟ اعرف مين اللي بيخش البيت ومين اللي بيكون موجود معاكي. من حقي كمان اغير عليكي، اغير عليكي يا هبة. انا فعلا بغير عليكي من الهوا اللي بيلمسك. هبة بكل هدوء: ايه بيتغير عليا؟ فين اللي انت بتغير عليا وانت بتطلب مني ان انا اخطب لك؟ ومين؟ بنت خالتي. اه صحيح، نسيت اقولك، ابقى اسأل يزيد عن سمر.
سمر المنوفي. قول له كده جاتلك كم مرة. عامر باستغراب: انت تقصدي ايه؟ يعني ايه اللي دخل يزيد ضابط الاداب بسمر بنت خالتك؟ هبه بتبصله بسخريه وبتدخل جوه. عامر دخل وهو مش فاهم. انا بكلمك، رد عليا. ما تروح تتاكد بنفسك. وكنت عاوز اقولك حاجه كمان، يا ريت ما تقولش تاني ان انت غيران عليا، لاني فعلا شلتك من قلبي، لانك مش راجل وعايشه في بيتي معززه مكرمه. صحيح، انا ماشيه صح، مش ماشيه غلط على فكره، ومش ناسيه ان انا لسه مراتك، بس قلبي خلاص مش بتاعك. عامر بايظ. طب تمام قوي. على فكره، انا نسيت اقولك. نسيت تقولي ايه؟ ان خطوبتي بكره. برافو برافو برافو. مبروك يا عريس، ربنا يجعلها اخر الاحزان. عامر بايظ. مش هتيجي؟ انا بعزمك دلوقتي، لازم تيجي على فكره. اكيد طبعا يا عامر، وهلبس لك حته دين فستان شيك جدا، وهزغرك كمان. عامر بغيظ. انت بتستفزيني يا هبه، صح؟ وهستفزك ليه؟ انا بتكلم وبقول الحقيقه. يا ابني بجد هاجي اتفرج زي بقيه الناس، مش فارق معايا خالص. دخلت تنام وهو كان متغاظ جدا. تاني يوم الخطوبه كانت قاعده، كانت لابسه فستان شيك جدا، والعريس والعروسه داخلين. عيون الناس كلها بتتحرك ما بين سمر وهبه. عيون الناس بتتكلم والهمسات بدأت تكتر. مش دي مراته الأولانية؟ ازاي جاية كده بتحضر بكل برود؟ يزيد راح وقعد جنبها وهو عمال يبص عليها، حاسس ان قلبه بيوجعه بجد على حالتها. وعامر كان بيبص من بعيد وحاسس ان هو ساعتها هيمسك يزيد ويضربه حتة علقة ان هو قاعد جنبها. عند سمر اول ما بتشوفها عينيها بتبرق بكل شر وبتبتسم بمكر. سمر بصوت عالي قدام المعازيم: منورة يا هبة. ايه يا روحي، نورتي الخطوبة بتاعتي. قصدي يعني انا وعامر جوزك. هبة بكل برود: فرح مبارك ليكي، ربنا يتمم عليكي بخير. سمر بخبز: عارفة ان شاء الله هيتمم بخير، وعارفة كمان ان انتي بتقولي في سرك حاجات تانية خالص احنا مش سامعينها. بس انا بقى كنت بقول زمان في سري: حرام حرام عامر يعيش مع واحدة مش بيحبها. بس الحمد لله لقى واحدة تانية تحبه وتفهمه وتقدره. هبة ابتسامة خفيفة: أيوة، زي ما انتي بالظبط كنت بتقدري الزباين في البارات والكباريهات، مش كده ولا ايه؟ عامر بصدمة: ايه؟ انتي بتقولي ايه؟ يزيد بيقرب من هبة: الا قوليلي يا هبة، مش هي دي الرقاصة بتاعة الكباريه؟ صح، انا بقول ان انا بشبه عليها. هبة بتضحك: خلاص بقى يا زياد، خليه خليه يفرح بيها شوية، يلعب باللعبة اللي في ايديه. يزيد بخبز: خلاص، تأمريني يا ست الناس. عامر بغيرة: ايه ده؟ انت بتوشوشها بتقول ايه؟ ايه الكلام اللي انتوا قلتوه لبعض دلوقتي؟ هبه برود: ما يخصكش، وبعدين احتفل بعروستك. انت جاي تكلمني انا ليه؟ صحيح، انا عاوزه اقولك ما ترجعش البيت تاني، عشان انا خلاص رفعت قضيه خلع يا حبيبي. يزيد بيبص بصدمه. سمر بزغروطه: مبروك. ازغرط اكتر من كده ايه؟ خلاص هم وتزاح. عامر ساعتها قلب وجعه: هتخلعيني هبه؟ هبه بقرف: انا خلعتك من زمان يا عامر، مع السلامه. خرج بكل برود. كان في حد ماشي وراها. الشاب بتوتر: هبه، ممكن بس ثانيه واحده؟ هبه بتبص باستغراب وبتحاول تفتكر مين ده. الشاب ابتسامه: انا كريم، ابن عم سمر، وانا بصراحه كده انا مش قادر اسكت اكتر من كده، انا بحبك من زمان. هبه بصت له بصدمه: افندم، بتحبي مين؟ ايه العبط اللي انت بتقوله ده؟ صدقيني ده مش عبط، انا عمري ما كنت هقدر اقولك الكلام ده وانتي واحده متجوزه، بس خلاص دلوقتي انتي هتطلقي. هستنى شهور العده وبعد كده نتخطب وهنتجوز على طول، وهعوضك عن كل اللي فات، وصدقيني مش هطلع زي جوزك ابدا، صدقيني انا. وهبه قبل ما تلحق تفتح بقها يزيد من وراها: عاوز منها ايه يا كريم؟ عاوز منها ايه؟ مش كفايه بنت عمك اللي انت وهي مقضيينها يعني؟ طب انا مرضتش اقول لعامر على سمر تقوم تيجي وتتكلم مع هبه بالشكل ده؟ اختفي من وشي دلوقتي احسن اسجنك العمر كله. كريم بتوتر: هو انت مالك بيها؟ انت يعني اصلا بتتكلم كده ليه؟ يزيد مسكه وفضل يضرب فيه: انا بقى هقولك دلوقتي انا ابقى مين. عامر في الوقت ده طلع بسرعه، كان عمال يدور على هبه اللي كانت واقفه مخضوضه جدا
ويزيد ماسك في خناق واحد تاني. عامر راح ليه؟ بس هو ايه اللي حصل بالظبط يا يزيد؟ بطل جنان بقى، انت عمال تضرب فيه كده ليه؟ يزيد بغيظ. اللي مش محترم ده كان بيضايق هبة. عامر بكل برود: لا ده محترم، تلاقيها بس هي اللي عايزة تبوظ الجوازة. هبة ضحكت وسكتت بكل سخرية. انت تتوقع مني كده؟ انا انا هعمل كده؟ يزيد بغل: انت بتقول ايه بس يا عامر؟ انت جرى مخك ايه؟ ده كان بيضايقها قدامي، انا سمعت كل حاجة. سمر جت بغيظ: بقى انت سبتني يا عامر عشان خاطرها؟ ايه، مش عاوز يعني الخطوبة تتم؟ تعالى يا بيبي بقى عشان نكمل الخطوبة بتاعتنا. ايه ده كريم؟ مالك يا كريم؟ كريم بغضب: انا هوريكو انا مين. يزيد ببرود: يا ريت، نفسي اعرف انت مين. سمر بهمس الكريم: اخرس خالص، ده ظابط يا كريم، اي حركة يعني هتكشفنا، ما تتكلمش، خليك محترم. كريم بلع ريقه: انا غير من هنا خالص. مش انا اللي واحدة زيك تخلعني، انا كان ضميري بيصحى كل شوية كده واقول ان انا هرجعك، بس انت فعلا ما تستاهليش. روحي يا هبة وانت طالق. هبة ساعتها زغرطت: لي الف نهار ابيض، الف مبروك، النهارده اسعد يوم في حياتي. عامر كان مصدوم ويزيد ضحك. هبة بخبث: مبروك عليك يا عم، مبروك، الف الف مبروك. هتقف جنب صاحبك يا يزيد ولا هتيجي توصلني؟ يزيد بقرف: لا مش هشارك في القرف ده، تعالي انا هوصلك، وهعزمك كمان يا ستي على شاورما بمناسبة طلاقك. هبة فرحة: حلاوتك، وانا معاك، وانا بقى هعزمك على رز بلبن وعصير كمان. يزيد بابتسامة: يلا بينا. مشي مع هبة، وعامر حس ساعتها ان قلبه بيوجعه. سمر بدلع: ايه يا حبيبي بيه، عادي ولا يهمك، يلا تعالى نكمل الخطوبة بتاعتنا. عامر هدوء: تمام، يلا بينا. بعد شوية عند هبة ويزيد. يزيد بحنان: ما تزعليش يا هبة، انتي تستاهلي الخير. هبة ابتسامة مكسورة: زعلانة؟ ايوه زعلانة على الوقت اللي ضيعته معاه، على السنين اللي راحت حاضر. اقول لك يلا سكة السلامة. يزيد بابتسامة: تحبي يعني تاكلي لب ابيض مع العصير العناب؟ هروح اجيبهولك لحد يعني ما نروح وناكل في اي مكان. هبة بصت له باستغراب: غريبة، هو انت لسه فاكر من ايام الجامعة؟ يزيد ابتسم: طبعا لازم افتكر، هي عشرة يوم، احنا بقالنا كتير قوي صحاب، بقالنا 7 سنين. ايوه صحيح، وانا مستغربة ليه. بس انا كنت عاوزة اسألك سؤال، هو انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ يزيد بهدوء: قلبي مش ملكي، عايش مع واحدة تانية، يعني ما كانتش نصيبي في الوقت ده. هبة باستغراب: بس انت عمرك ما قلت كده، عمرك ما اتكلمت وقلت ان انت بتحب حد تاني. يزيد ابتسم: عادي، انا هروح اجيب لك اللب عقبال كده ما تطلبي الشاورما. قام وهي بصت له باستغراب. في بنت جت ناحية هبة وهي بتقول لها: هبة، مش معقول، انتي تعرفيني؟ ايوه يا بنتي، انا حلا اللي كنت في دفعتك، اخبارك ايه؟ حلا القزعة؟ ايوه يا ستي حلا القزعة. هو انت لسه لسانك متبرر منك يا هبة؟ ايه اخبارك يا حبيبتي؟ وحشاني. حلا ابتسمت: الحمد لله، بقى عندي ولد زي القمر اسمه تامر، وانت اكيد اتجوزتي يزيد صح؟ انا لمحته معاكي دلوقتي، لسه خارج من شويه، على فكره انتوا لايقين على بعض، وهو كان بيحبك من زمان. هبه بصدمه: مين اللي بيحبني؟ انت اكيد فاهمه غلط، يزيد مش جوزك يا بنتي بيحبك. انا همشي دلوقتي، معلش يا هبه، احسن تامر بيعيط. حلا مشيت تاني. يزيد يزيد بيحبني انا ما كنتش فاهمه كل الكلام ده، ازاي ما خدتش بالي. جاب اللب والعناب وقعد معاها. هبة فضلت قاعدة مستغربة وبتبصله باستغراب. تاني يوم الباب بيخبط، فتحت لقت سمر قدامها. هبة ببرود: صباح القرف، ايه اللي جابك على الصبح كده؟ سمر زقتها ودخلت على طول: انتي بتعملي ايه في شقتي؟ يلا اطلعي، دي شقة خطيبي، انا سمعت ان هو نايم في فندق بسبب ان انتي خدتي الشقة بتاعته. هبة بسخرية: شقة مين؟ دي شقتي اصلا، خطيبك اللي انتي بتتكلمي عنه ده كان كاتبها لي، وانا بقى مش هسيب له قشايه، بصراحه هو ما يستاهلش. سمر بغيظ: طيب يا حلوه، امضي على الورقه دي بدل ما اقطعك. ايه الورقه دي؟
سمر قعدت وحطت رجل على رجل. اه، الورقة دي هتتنازلي على العربية والشقة. بصراحة أنا حبيتهم قوي. هبة قعدت جنبها بكل سخرية. ياه، انت جاية تحققي أحلامك هنا ولا ايه؟ خدي بعضك كده واطلعي برا. يا بنتي أنا مش سهلة، أنا خدت جوزك، وأكيد برضو من السهل إن أنا هاخد كل حاجة. خلاص ماشي، انت حرة، اعملي اللي انت عاوزاه. مش انت فرحانة قوي كده؟ اما نشوف اللي هيحصل في الآخر. أما بقى عند عامر، سمر بتمثيل. شفت عملت فيا ايه يا ميرو؟ جابت الجيران وضربوني، حبسوني. بس انا قلت لا، لازم اجي واقول لك. وقلت برضه اعمل باصلي، ما هي برضه بنت خالتي ولازم اخاف عليها. عامر بغضب: وانت ايه اللي خليكي تروحي هناك؟ يعني ايه اللي خلاكي اصلا تروحي من الاساس؟ علشان اقول لها يا عامر ان انا بحبك وخايفه عليها. انا كنت خايفه عليها احسن تعمل اي حاجه في نفسها، ولازم افهمها ان كل شيء اسمه نصيب. عامر بموت. خلاص يا هبه، انسي اللي حصل. سمر بغيظ: على فكره انا اسمي سمر مش هبه يا عامر. عامر بتوتر: معلش اتلخبطت بسبب اللي عملته. خلاص بقى، خلاص انسي اللي فات، انسي اللي فات يا سمر. انا هروح دلوقتي الحمام. قام ومشي، وهي كانت بتبص عليه بغيظ. طلعت التليفون: الو، ايوه يا سعد، انا عاوزاك في خدمه. خدمه؟ خدمه ايه؟ ده انت تأمري يا سمر. سمر بغل: في واحده مضايقاني وهي ساكنه كده في شقه لوحدها، عاوزاك تيجي وتاخد رجالتين تخلصوا عليها، تحدفوها من البلكونه، او حتى تولعوا في الشقه كلها، تعملوا اي حاجه، لازم تتصرف. سعد بخبز: ده انتي تأمرين يا سموره، بس انا نفسي بقى سهره كده، سهره من بتوع زمان، اعتبرني جيت ورقصت كمان. سعد بخبز: ده المطلوب، ده المطلوب هيحصل دلوقتي قبل بكرة. قفلت معاه، وعامر جه. عامر بشروط: أنا اشتريت شقة جديدة، هننقل فيها أنا وإنتي، وهكون شقتنا، ولو عاوزة تغيري العفش تحت أمرك. سمر بطمع: أيوة طبعا عاوزة، اشمعنى يعني طليقتك؟ غيرك كل حاجة. ماشي، هكتبها لك باسمك يا سمر. عاوزة حاجة تاني؟ ايه، هتكتبها لي باسمي؟ طب العربية، عايزة عربية، والعربية بتاعتي تكون أحسن من عربيتها. عمر ما هبة طلبت مني حاجة. ليه؟ ليه بتعملي كده وبقارن نفسك بيها؟ هي ما طلبتش، أنا اللي اديتهم لها، وده كان حقها إن هي تاخدهم. خلاص ماشي، ماشي يا سمر. عادي يا حبيبي يعني، أنا بس عاوزاك تشوفني دايما أحسن منها. أما بقى عند زياد، ما تحكي لي يا زياد على البنت اللي خدت قلبك ومش عاوزاك تتجوز لحد دلوقتي. يزيد بابتسامة حزينة: هو يعني لازم أتكلم؟ أيوة احكي. هي بنت مفيش زيها، طيبة ورقيقة، تتحب يعني، وبتحب الخير لغيرها لكل الناس. ضحكتها شبه القمر، شكلها شبه الملايكة، لما حتى بتتعصب بتبقى أحلى كمان، أحلى بكتير. هبة ساعتها حست إن قلبها وجعها. طب قولي، هي دلوقتي فين؟ مع غيرك يعني ولا لسه ما اتجوزتش؟ يزيد سكت. هبة بفضول: طب لو رجعت، لو رجعت ليك تاني ممكن تتجوزها؟ يزيد بهدوء: بقولك يا هبة، اطلعي انتي دلوقتي. انا فهمت قصدك يا يزيد، فهمت. انا البنت اللي كنت بتحبها من زمان، صح ولا لا؟ ملوش لازمة الكلام ده، الموضوع غيريه، يا اما زي ما بقولك اطلعي يلا عشان خاطر تنامي. هبة بدموع: يزيد، عشان خاطري جاوبني، انا ولا لا؟ اه، انتي. كنت بحبك يا هبة، ولسه لحد اللحظة دي بحبك، بس ما بقاش ينفع، ما بقاش ينفع. واللي خلاني اسكت ان انتي خلاص كنت في ذمة اقرب واحد ليا. وسبحان الله، اليوم اللي فكرت ان انا اجي واتقدم لك لقيت عامر سبقني. خلاص، كل شيء اسمه نصيب، ورضيت. واللي خلاني اسكت ان انا لقيتك مش حاسه بيا، مش حاسه بيا خالص. بس انت عمرك في حياتك ما لمحت ليا باي حاجه، يبقى ما كنتش شايفه ولا فاهمه. انت ما كنتش شايفه غير هو بس. انسي الماضي يا هبه، انسي. احنا دلوقتي زي الاخوات، وانا جنبك في اي حاجه، لاني حاسس بوجعك ان انت حبيتي شخص، والشخص ده راح لغيرك، ومش لاي حد، ده بنت خالتك. هبه بصت له ودموعها نزلت: انا اسفه، ما كنتش اعرف. خلاص يا هبه، يلا اطلعي عشان خاطر تنامي يا ستي. هبه جريت على فوق وهو سايق العربيه ومشي بسرعه. اما بقى عند هبه، هبه بدموع: كنت غبيه،
فعلا كنت غبية، ازاي ما خدتش بالي؟ تاني يوم يزيد صحي على رنة هبة. ايوه يا هبة، في ايه؟ في حاجة ولا ايه؟ هبة بمرح، يعني بتعلم من حضرة الضابط. يلا اصحى بقى بدري كده، ورانا مشوار مهم قوي. مشوار؟ لا، مشاوير. بقولك يلا، مشاوير كتير قوي قوي، مشاوير على الصبح. اصبري بس، انا ما صدقت ان انا واخد اجازة النهاردة. بقى كده؟ طيب معاك ربع ساعة تكون جاهز، ويلا بقى هتلاقيني دلوقتي حالا فوق دماغك. يزيد قفل وهو وشه باين عليه الفرحة والسعادة. بعد ربع ساعة صيح على صوتها مع أمه، خرج يجري. ايه ده انت جيتي بجد؟ هبة ابتسمت. امال يعني كنت بهزر معاك. يلا، ورانا مشاوير مهمة. ام يزيد بابتسامة، روح معايا يا حبيبي، روح وخد سلمى معاك، اهي تغير جو. هبة باستغراب، سلمى؟ سلمى مين؟ ام يزيد بنت خاله. اسكتي، دي متخرجة من كلية حقوق، ونفسها تكون مع زياد في كل حتة، تدافع عن الناس المتهمة. يعني زياد أكيد هيتوسط لها. هبة بغيرة، ها؟ بتحب تكون مع زياد على طول؟ طب لما هي كده ما دخلتش شرطة ليه بالمرة؟ ليه دخلت حقوق يعني؟ على الأقل تبقى نسخة منه بجد. أم يزيد باستغراب، لا يا بنتي دي صعب قوي، هو في بنت تبقى ظابط؟ أنا هقوم أكلمها تجهز نفسها. قامت عشان خاطر تكلمها، وهبة بصت ليزيد بغيرة. بقولك ايه، لخص في يومك ده انت وبنت خالك، ها؟ يلا بسرعة. يزيد بص ليها باستغراب وضحك. اما بقى عند سمر، دخلت الشقة لقت سعد مبتسم. نورتي يا سمر، يا احلى سمورة في الدنيا. دخلت بدلع واتصدمت اول ما لقت عامر في وشها. عامر؟ ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟ انتي اللي بتعملي ايه هنا يا سمر؟ انا انا سعد مستغرب. انت ازاي يا باشا ما تعرفهاش؟ دي سمر الرقاصة، دي مصر كلها عارفاها. عامر بصدمة، رقاصة؟ طلعتي رقاصة يا سمر؟ سمر لسه هتتكلم، البوليس دخل وقبض عليها. بعد شوية هبة كانت قاعدة مع سلمى وهي متغاظة ومولعة. سلمى ابتسامة، الله يا يزيد، ده حلو قوي، هتكون أحلى لو جربتها عليك. هبة بغيرة، هو أصلا مش بيحب اللون ده، لا أسود ولا البني، أنا عارفة الألوان اللي هو بيحبها. سلمى بخبث، لا هيحبها عشان خاطري، صح يا يزيد؟ سلمى غمزت ليه. ده طلعت بتحبك قوي، على فكرة دي بتموت فيك. هبة اتغاظت، انتوا بتتكلموا بتقولوا ايه؟ علوا صوتكوا شوية. وبعدين انا مالي، انا هخرج برا المحل واختاروا اللي انتوا عاوزينه. خرجت فعلا وهي زعلانة. فضلت تقول لنفسها، هو انا زعلانة ليه يعني؟ ما يعمل اللي هو عاوزه، خلاص عجباه يتجوزها. ما كانت قدامه جاي يقول لي ان هو بيحبني بعد السنين دي كلها ليه؟ بتبص لقت واحدة وراها بتقول لها، بتحبيه؟ ايه؟ بتقولي ايه؟ عاوز ايه؟ على فكرة انا عملت كل ده عشان اشوفك واختبرك اذا كنت بتحبيه ولا لا. يزيد ده يبقى اخويا، وانا مخطوبة كمان اصلا، وهتجوز وهسافر. اخوكي؟ لا يا ستي، زي اخويا يعني، وانا مخطوبة اهو، الدبلة في ايدي، هتجوز وهسافر. احنا عملنا التمثيلية دي عشان نتأكد اذا كنت بتحبيه ولا لا. يزيد جه وهو بيقول، على فكرة يا جماعة، عامر اتقبض عليه، هو وسمر في شقة مشبوهة. عامر كمان كان بيروحها على طول، وبظروفها سمر راحت في نفس التوقيت. ايه؟ على البركة. بتقولي ايه هبة؟ بقول على البركة، ربنا ما بيعملش حاجة وحشة أبدا. بعد مرور سنتين هبة كانت واقفة على الشط وجنبها يزيد وشايلة طفل صغير. كنت غبية قوي، ما كنتش مقدرة الحب. مش مهم يا حبيبتي، المهم دلوقتي انك معايا، ودي اهم حاجة. وعاشوا في سعادة. وبكده تكون انتهت الحلقة بتاعتنا. يا رب تكون عجبتكم. يا جماعة لو وصلتوا لحد هنا يا ريت تتابعوني، وما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا سلام.